مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة اللغة الآشورية المعاصرة في هذه الحلقة الجديدة التي سنكمل الحديث عن الزمن الماضي، ونتحدث الآن عن الماضي التام، أي دعوة مقدمة past perfect. يرمز هذا الزمن إلى حدث وقع في وقت بعيد قبل الآن، ويصاغ من جذر الفعل وبالشكل الآتي: من الجذر الثلاثي سواء السالم أو المعتل يكون بتسكين الحرف الأول ووضع كلمة و مضافا إليها الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، مثل كتو واله. كتو واله من كاتو ماذا عملنا؟ سكنا الحرف الأول، يعني أخذنا السقافة، حركة السقافة، فصارت كتو، وأضفنا وبعدها الضمير المتصل الشخصي المتصل مسبوقا أو متصلا بلمت. ولماذا زلام طويل تحت اللمت؟ لأن هذه قاعدة هذه الضمائر. رأينا الضمائر الشخصية المتصلة عندما تتصل بكلمة، فالحرف الذي يسبقها يجب أن يأخذ حركة زلامة. هنا الحرف الذي يسبقه هو لمت، لذلك لمت زلامة. كتو واله، خل واله، قم واله، شتي واله، ير واله، بي واله، خي واله. أما إذا أكون أنا، هذا طبعا كل شخص الغائب المفرد المذكر. أما إذا أكون أنا الشخص الأول فأنكتو والي، لأن الضمير المتصل هو إي للشخص الأول، يعني للمتكلم قصدي، فاكتو والي يكون. ولكن عندما يكون الغائب فيكون لي، كتو والي كتو. أوكي. أما من الجذر الرباعي سواء السالم أو المعتل أيضا فيكون بتغيير حركة الحرف الأول إلى رواسة، بدلا من تسكينه في الرباعي نغير حركة الحرف الأول إلى رواسة، ونضع كلمة و بعده مضافا إليها الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، مثل من همزم يصير همزم واله، همزم واله. همزم البتاخة لها صارت رواسة، همزم واله، أخر واله، هيمن واله، مزيد واله، خردي واله، أردي واله، مؤخر واله. أوكي. في اللوحة عندنا، وهنا راح تتضح الأمور أكثر، في اللوحة عندنا نورد مثالا لكل من الفعل الثلاثي السالم والثلاثي المعتل والرباعي السالم والرباعي المعتل. الثلاثي السالم أخذنا فعل كاتب يكتب، ومن الثلاثي المعتل أخذنا فعل هاوي يكون يصير، ومن الرباعي السالم أخذنا همزم، ومن الرباعي المعتل أخذنا أرد وهو معتل الأول والآخر. أوكي. فمن الثلاثي السالم يكون كتو والي أنا، كتو والي أنا مؤنثة نفس الشيء، كتو والخ أنت مذكر، كتو والخ أنتي، كتو والي هو، كتو والا هي، كتو والن نحن، كتو والوخن أنتم، كتو والن هم، أو كتو والي. الغائب الجمع عنده صيغتين كما قلنا دائما سابقا. أما من الفعل المعتل الثلاثي المعتل والمثال هو هاوي، فيكون هو والي، هو والي، هو والخ، هو والخ، هو والي، هو والا، هو والن، هو والوخن، هو والون، أو هو والي. أما من الرباعي السالم همزم فيكون همزم والي،
هم زموالي أيضا، أنا بنت، أنا امرأة. هم زموالوخ أنت، هم زموالخ أنتي، هم زمواله هو، هم زموالا هي، هم زموالا نحن، هم زموالوخ أنتم، هم زموال هم، أو هم زموالي. والرباعي المعتل أخذنا مثال أردي يعني يتخثر، أردي والي، أردي والي، أردي والوخ، أردي والخ، أردي والي، أردي واله، أردي والن، أردي والوخن، أردي والون، أو أردي والي. أوكي. لهذا الزمن له شكل ثاني يستخدم مع الفعل المتعدي فقط، المتعدي فقط، عندما يكون، بشرط أن يكون المفعول به ضميرا متصلا، ضميرا شخصيا متصلا، وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا. ويصاغ من مثل الشكل الثاني للماضي البسيط كما رأينا، مع وضع كلمة و قبل الضمير الشخصي المتصل بحرف لمت، أي قم شاوق ولن، قم شاوق ولن. من الماضي البسيط قم شاوق لن، الماضي البسيط كان قم شاوق لن، هنا أضفنا أي هذه وهي رمز الماضي فتصير قم شاوق ولن. كذلك قم باخل ولخ، من الماضي البسيط قم باخل لخ. ومن الميمي قم باخل ولخ، قم باخل ولخ. قم مشتي واليه، من الماضي البسيط قم مشتيل. أوكي. الماضي غير المحدد، هذا الماضي التام، ماضي غير المحدد، دعور لم تخمة، indefinite past، يشير إلى فعل حدث في وقت غير محدد من الزمن الماضي، ويصاغ من اسم المفعول، مو من الجذر، من اسم المفعول مضافا إليه فعل الكينونة إلى مصرف في الزمن الحاضر كما ترى في الأمثلة الآتية. الثلاثي السالم كاتو أخذنا، كتو كتيوة ون، كتيوة ون. كتيوة هو اسم المفعول لكاتو، كاتو كتيوة، كتيوة ون. وإي ون هذه أو إي ون هي أصلا هي إيلة مصرف في زمن الحاضر للشخص الأول المفرد المذكر، يعني المتكلم المفرد مذكر. كتوتا ون للمفرد المذكر المتكلم المؤنث ون، كتوتا ون. وهنا نرى جليا دور الفعل إيل فعل الكينونة كمساعد لصياغة الأزمنة. كتيوت أنت، كتوتوت أنتي، كتيوالي هو، كتوتيلا هي، كتيووخ نحن، كتيواتن أنتم، كتيوانا هم. ومن الثلاثي معتل هاوي، هويون، هويتيون. قلنا طبعا اسم المفعول هو يعامل كصفة، لذلك له كل خصائص الصفة، يعني مؤنث مذكر جمع مفرد. أوكي. ويتيون، ويوت أنت، ويتيوت أنتي، ويلا هو، ويتيلا هي، ويوخ نحن مؤنث ومذكر، وياتن أنتم مؤنث مذكر، ويانا هم. ومن الرباعي أخذنا همزم كالعادة، هم زمون أنا مذكر، هم زمتيون أنا مؤنثة، هم زموت أنت، هم زمتوت أنتي، هم زميل هو، هم زمتيلا هي، هم زموخ نحن مذكر ومؤنث، هم زميتن أنتم مذكر ومؤنث، هم زمينا هم. انظروا هنا أيضا في الجمع، الأشخاص الجمع سواء المتكلم أو المخاطب أو الغائب يصبح
يصبح جمعا مثل الصفة، فيأخذ زلامة بدلا سقابها. كتيوة كتيوة، كتيوة وكتيوة. أوكي. وأيضا لهذا الزمن له شكل آخر يستعمل مع الأفعال عفوا، يستعمل مع الأفعال المتعدية فقط سواء مشانيانه، عندما يكون مفعول به فيها ضميرا متصلا وليس اسما صريحا أو ضميرا منفصلا، ويصاغ من اسم المفعول أيضا بحذف ألب. نحذف الألب، اسم مفعول لأنه ينتهي بألب، نحذف الألب ونضع الضمير الشخصي المتصل مكان الحرف، حرف ألب، وفعل الكينونة إيلي مصرف في زمن الحاضر بعده. مثال: أنا خزيوخ إيون، يعني أنا رأيتك، أنا خزيوخ إيون، أنا خزيون كتيون خزيون. في هذه الحالة يكون خزيوخ إيون. هنا الضمير المتصل الشخص الثاني أو المخاطب المذكر خزيوخ. أنا رأيتك خزيوخ إيون. آشور خزيان إيل، آشور رآنا نحن، خزيان نحن. آني هم بخلانينا، هم سامحونا. وفي اللوحة عندنا أكتب مثالا لكلا الشكلين ليسهل على القارئ التمييز بينهما. الشكل الأول حيث أن اسم صريح أو ضمير منفصل، ضمير شخصي منفصل. وهنا الشكل الثاني اللي تحدثنا عنه الآن حيث الضمير المفعول به هو ضمير متصل وليس منفصل. ففي الشكل الأول يقول شويقون إلخ أو شويقون الآشر، بدل إلخ الآشر، اسم صريح أو ضمير منفصل، شويقون إلخ. وفي الشكل الثاني يكون شويقخ إيون. انظروا كيف هذا هو قصير، صيغة قصيرة جدا. هذا شكل جميل جدا، صيغة جميلة. شويقون إلخ تركت لك أنت، تركتك. شويقخ إيون تركتك، أيضا نفس المعنى ولكن بصيغة أخرى. طبعا هذا نستطيع أن نعمله فقط مع الأفعال المتعدية مثل هذا. ترك من ترك، لأنه ترك يأخذ مفعول ومتعدي، فعل متعدي. أما للأفعال الغير المتعدية أو اللازمة لا يمكن صياغة هذا الشكل الثاني. مثلا دميخون أنا نائم، ليس له، ما لا نستطيع أن نقول دميخون الأخرى. دميخون أنا نائم، هذا الفعل لازم، ليست له هذه الصيغة الثانية. أوكي. شويقون إلخ تركتك شويقخ إيون. شويقون إله شويقه إيون أو شويق إيون، مثل ما نعرف أنه الشخص الثالث أو الغائب المفرد له ممكن نقول شويقه أو شويقو بالرواسة أو بزلامة. شويقون إلا تركتها، أو ممكن نقول تركت شميران، تركت مرتا، تركت مريم. شويقون مريم شويقه شويقه. انظروا هذه هاء هي ترمز، هو ضمير متصل للشخص الثالث المفرد المذكر، شويق أو شويقه إيون، هذه هاء. شويقون إلا تركتها هي
شويقة، شويقة، شويقة. هذه مع نقطة كبيرة فوقها ترمز إلى هو ضمير متصل للشخص الثالث المذكر المؤنث. شويقة إيون أو شويقه إيون. شويقة، شويقة إلا شويقة لوخن تركتكم شويقوخن إيون الصيغة الثانية. شويقة إلي تركتهم شويقي إيون، شويقي إيون. هذا عندما يكون الضمير الشخص المتكلم المفرد المذكر الفاعل والآخرون هم مفعول به. أوكي، انظروا: أخ، أخ، إيه، قه، قا، قوخن، قي. عند كون الشخص المتكلم المفرد المؤنث هو الفاعل والآخرون مفعول به. المؤنث هنا كان المذكر، فيكون شوقتيوان اللخ. شوقتا، شويقة تصير شوقتا مؤنث لأن هي شوقتيوان اللخ. شوقتخ إيوان، وان إيوان للمؤنثة، شوقتا للمؤنثة، شويقة اسم المفعول للفعل الرئيسي، اسم المفعول مؤنث مع حرف الكينونة مصرف في الزمن الحاضر مؤنث، الشخص الأول أو المتكلم مؤنث إيوان. شويقتيوان اللخ، شويقتخ إيوان. وكذلك شويقتيوان اللخ، شويقتغيوان. أنا امرأة، تركتك أنت أيضا امرأة. شويقتيخ، شويقتخ إيوان. شويقتيوان إله أنا امرأة، تركته شويقته إيوان أو شويقته إيوان. وهكذا بقية الأشخاص. عند كون الشخص المخاطب المفرد المذكر فاعل والبقية مفعول به يكون شويقيوت، لأن أنت هو الفاعل. شويقيوت اللي تركتني. شويقي إيوت، شويقيوت. شويقيوت اللي تركته، أنت تركته. شويقه أو شويقه إيوت، شويقه إيوت، شويقه إيوت. شويقوت إلا أنت تركتها، فشويقه إيوت أو شويقه إيوت. وهكذا بقية الأشخاص. لكن عند كون الشخص المخاطب مش المخاطب المفرد المؤنث وليس المذكر فاعل والبقية الأشخاص مفعولين بهم، يكون شوقتيوات. شويقيوت، شوقتيوات اللي شوقتي إيوت. شوقتيوات اللي شوقته أو شوقته إيوت. شوقتيوات إلا شوقته إيوت أو شوقته إيوت. شوقتيوات إلا شوقتن إيوت. وهكذا. عند كون الشخص الغائب هالمرة مو المخاطب، الغائب المفرد المذكر فاعل والبقية مفعول به، يكون شويقة لأنه اسم المفعول للشخص الثالث هو شويقة. شويقة شويقة إيله يكون شويقة له اللي هو تركني. شويقي شويقي بالصيغة الثانية شويقي له. شويقي هذه أنا ضمير المتصل للشخص الأول. شويقي إله هو تركني. وشويق لإلخ تركك. شويقخ إله الصيغة الثانية. شويق لإلخ شويق غيله.
شويقة لإله شويقه أو شويقه إيله شويقة لإلا شويقه أو شويقه إيله شويقة لإلن شويقن إيله شويقة لإلوخن شويقوخن إيله شويقة لإلي شويقي إيله. عند كون الشخص الغائب المفرد المؤنث فاعل والبقية مفعول به يكون شوقت شويقة المذكر شوقت شوقتيلا اللي شوقتيلا شوقتيلا اللخ شوقتغيلا شوقتيلا اللخ شوقتغيلا شوقتيلا اللي شوقته أو شوقتو إيلا شوقتيلا إلا شوقته يعني شوقتو إيلا شوقتيلا إلن شوقتن إيلا شوقتيلا اللوخن شوقتوخن إيلا شوقتيلا اللي شوقتي إيلا. عند كون الشخص المتكلم الجمع ماكو فرق ليس هناك فرق بين المذكر والمؤنث. عندما يكون هو الفاعل والبقية مفعول يكون شويقة وخ انظر شويقة وإلى شويقة صارت شويقة شويقة المفرد شويقة صارت اسم المفعول للجمع شويقة وخ و الفعل كينونة مصرف في الزمن الحاضر للشخص المتكلم الجمع هو وخ إيوخ شويقة وخ اللخ شويقخ إيوخ. تركناك نحن تركنا لك تركناك تركنا أنت تركناك شويقة وخ اللخ تركناك فيكون الصيغة الأخرى شويقخ إيوخ شويقة وخ إله شويقه أو شويقه إيوخ شويقة وخ إلا شويقه أو شويقه إيوخ شويقة وخ اللوخن تركناكم شويقوخن إيوخ شويقة وخ اللي تركناهم شويقي إيوخ. عند كون الشخص المخاطب الجمع سواء مذكر مؤنث ما في فرق فاعل والبقية مفعول يكون شويقة أنتم لأن شويقة اللي تركتم لي تركتم أنا شويقة اللي تركتموني شويقيتن تركتموني شويقي شويقي إيتن شويقة إلا شويقه أو شويقه إيتن شويقة إلا شويقه أو شويقه إيتن شويقة إلا شويقا إيتن شويقة إلي تركتموهم شويقي إيتن. عند كون الشخص الغائب الجمع المذكر والمؤنث فاعل والبقية مفعول به هم يعني شويقينا هم شويقينا اللي شويقينا 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 فندمجها يصير شويقينا لما نلفظها نقراها شويقينا شويقينا اللخ شويقخينا شويقخينا شويقينا اللخ شويقخينا تركوكي شويقنا اللي تركوه شويقه أو شويقه هنا شويقنا إلا شويقه أو شويقه هنا شويقنا إلخ إلن عفوا نحن تركونا شويقننا تركونا شويقنا اللوخم تركوكم شويقوخنينا شويقنا اللي تركوهم شويقينا. هذا الصيغتين معا لهذا الماضي التام. أما الماضي البعيد فيكون وهو الأخير هذا ماضي كان ماضي
غير المحدد. الماضي البعيد دعوة رقيقة remote past، فهو يشير إلى فعل وقع في وقت بعيد من الزمن الماضي. ويصاغ من الماضي غير المحدد الذي تكلمنا عنه بزيادة و عليه، أي كتيوين و كتيوين كان هذا الماضي غير محدد. أما الماضي بعد فيكون كتيوين و نضيف إليه و. أوكي. من الماضي غير المحدد كتيوين، لا كتيوين و من الماضي غير المحدد كتيوين. وأدناه مثال لثلاثة أنواع من الأفعال. الفعل السالم الثلاثي السالم كاتو كتيوين و كتيوين ماضي غير المحدد، كتيوين و الماضي البعيد. كنت قد كتبت في زمن بعيد، كنت بالعربي بالضبط نستطيع ترجمتها إلى كنت قد تركت. هنا تركت، هنا كنت قد تركت. كتوتي ونوا كنت أنا امرأة قد تركت. كتيوي وتوا كنت أنت قد تركت. كتوتي وتوا كنت أنت قد تركت. كتيوي وهو كان قد ترك. انظر دائما صيغة الشخص الغائب المفرد هي أقصر الصيغ في كل الأزمنة، دائما هي أقصر الصيغ. كتيوة و كان قد كتب، كتوتة وكانت قد كتبت. كتيوة وخوة كنا قد كتبنا. كتيوة وكنتم قد كتبتم. كتيوة واو كانوا قد كتبوا. أيضا الجمع الغائب هي صيغة بسيطة، بدل وا تصير واو. كتيوة واو. الثلاثي المعتل هاوي ويا ونوا. ويا هو اسم المفعول لهاوي، ويا ونوا. كنت قد صرت، كنت قد أصبحت ملكا، كنت قد أصبحت رئيسا، كنت قد أصبحت معلما، كنت قد أصبحت سائقا وما إلى ذلك. ويت ونوا كنت أنا امرأة مؤنثة قد أصبحت أو صرت. ويت وتوا كنت ويا وتوا كنت قد أصبحت. ويت وتوا كنتي قد أصبحت. ويا وكان قد صار أو أصبح. ويت وكانت قد صارت. ويا وخوة كنا قد صرنا. كنا قد صرنا. ويا تنوى كنتم قد صرتم. ويا وكانوا قد صاروا. رباعي همزم هم زم ونوى كنت قد تكلمت. هم زمتي ونوى أنا مؤنثة كنت قد تكلمت. هم زم وتوى كنت قد تكلمت. هم زمتي وتوى كنتي قد تكلمت. هم زم وكان قد تكلم. هم زمتي وكانت قد تكلمت. هم زم وخوة كنا قد تكلمنا. هم زميت وكنتم قد تكلمتم. هم زم واو كانوا قد تكلموا. وبهذا تنتهي تصريف الفعل الماضي بأنواعه الستة. وهنا لتسهيل عليكم عملت جدول بجميع هذه أنواع الماضي، وبجميع أنواع الفعل الثلاثي والرباعي سواء سالم أو المعتل. هذا الجدول سيساعدكم جدا، جدول عن تصريف الأفعال في جميع أنواع الزمن الماضي. لوخا السرعة سؤران بكل بصلة زونة دعور. أوكي. فيما يلي أكتب تصريفات الفعل في جميع أنواع الزمن الماضي آخذا فعلا واحدا من كل نوع من الأفعال يعني، ومعطيا مثالا لتصريفه. فالماضي غير التام عيادايا أخذنا ثلاثي سالم، أخذنا مثال
فعل بارش فيكون كي برشنوة ماضي غير التام. كي برشنوة المستمر يكون كي ببراشي ونوة. بالبسيط أو المحدد يكون برشلي. في الماضي التام يكون قد ما يكون برشوالي. ماضي غير المحدد لم تخمة يكون بريشيون. البعيد ماضي البعيد حقيقة يكون بريشيون. وبقية الأشخاص أيضا عندكم هذا الجدول يساعدكم كثيرا. وأيضا الفعل الثاني ثلاثي معتل الأول أخذت مثال آمر. فعل آمر يقول بارش طبعا كما قلنا سابقا مرارا عديدة يفصل أو يميز يفرز. آمر يقول كي أمرنوة الماضي غير التام كي أمرنوة. بماريونوة المستمر ماضي المستمر. مري الماضي البسيط أو المحدد. مروالي الماضي التام مروالي. ميريون ماضي غير المحدد لم تخمة. ميريونوا الماضي البعيد. يعني كأمرنوا كنت أقول بماريونوا كنت هنا كأمرنوا بالعربي ما كنت أقول بماريونوا أيضا يكون كنت قائلا عندما حدث شيء آخر. عندما أتيت أنا كنت أقول هكذا كذا كذا. كما قلنا طبعا في المستمر هو continuous past continuous. I was saying بالإنجليزي. بالعربي ما في فرق بين الاثنين. هنا I was saying I have said. طبعا لكل لغة لها صيغ خاصة للفعل. فالماضي البسيط أو المحدد مري كأمرنوا. الحاضر غير المحدد أو الحاضر غير تام قصدي كأمرنوا. بماريونوا المستمر. مري البسيط المحدد. مروالي التام مروالي. ميريون غير المحدد لم تخمة. ميريونوا البعيد. وأيضا للثلاثي المعتل الوسط قائم كي قيمنوا بقيامونوا قملي قموالي قيمون قيمونوا. وللمعتل الآخر شاتي فعل شاتي يشرب كي شاتنوا بشتايونوا شتيلي شتيوالي شتيون شتيونوا. ولبقية الأشخاص. من ثلاثي معتل الأول والوسط يائر الفعل الوحيد الفريد كي يارنوا بيارونوا يري يروالي يراونوا يرون يرونوا. ولبقية الأشخاص. ثلاثي معتل الأول والآخر مثال يامي معتل الأول والآخر كي يامنوا معناه يحلف أو يقسم. كي يامنوا بما يونوا بما يونوا ميلي ميوالي يميون وإلى آخره. من ثلاثي معتل الوسط والأخير خايه يعيش يحيى كي خاينوا بخايونوا خيلي خيوالي خيونوا. رباعي سالم قشمن. رباعي سالم فعل قشمن معناه يجسم قشمن كي قشمننوا قشمونوا قشمني قشمنوالي قشمنون قشمنونوا وإلى آخره. رباعي معتل الأول أخر مثال أخر كي أخرنوا أخورونوا أخري أخروالي أخرون أخرونوا.
رباعي معتل الثاني هيمن يؤمن، كهيمن و هيمونة ونوا هيمني هيمن والي هيمن و. رباعي معتل الثالث مثال مزيد يزيد كي مزيد دنوا كي مزيود ونوا مزيد لي مزيد والي مزيد دون و. رباعي معتل الرابع ألد يعني يكذب أو يكذب على يكذب أو يخدع، حتى تجي معنى يخدع، كي ألدنوا ألدوية منوا ألدالي ألدوالي ألضية منوا. رباعي معتل الأول والأخير فعل أوي يوافق يطابق، كي أونوا أوية ونوا أويلي أويوالي أوية ونوا. والميم له لأنه هذا كما ترون هو شكل ثلاثة حروف ظاهرة، ولكن لأنه مفتوح الأول فهو الحرف الثاني كما قلنا مرارا، لكن أكرر أيضا للتذكير الحرف الثاني هو مضاعف، هو حرفين لذلك يعتبر رباعي. وقلنا الميمي هذا النوع من الأفعال له شكل آخر أكثر ليونة ونعومة، هو الميمي بإدخال الميم وبدلا الفتحة تصير سقافة بتاخي سقافة، لذلك لا يضاعف أو يشدد الحرف الذي بعده، فيكون من مآوي من أوي يصير مآوي كي مآون ومآوية ونوا مؤويلي مؤويوالي مؤوية ونوا. أوكي، بهذا ينتهي الماضي كله. والآن لنا وقت نذهب إلى الزمن الآخر الأخير وهو زمن المستقبل. رأينا الزمن الحاضر بكلتا نوعيه الاعتيادي والمستمر، والزمن الماضي بستة أنواعه. والآن زمن المستقبل زون الضعتت future tense، ويشير إلى فعل سيقع في وقت لاحق أي في المستقبل، وهو على نوعين. النوع الأول وله صيغة الفعل الحاضر البسيط مع اختلاف واحد، ألا وهو استبدال كلمة كي استبدال كلمة كي، خلي أشرها أحسن، كلمة كي بكلمة بد. هذا مهم، كلمة بد. كلمة كي التي تسبقه بكلمة بد، أو حرف ب فقط مختصرة ب ملصوقا ببدايته. هذه طبعا كلمة هي فلا تلصق، ولكن تكتب مفصولة قبل الفعل. أما إذا اكتفينا بالصيغة المختصرة ب فقط باء فتكون ملصوقة في بداية الفعل. أدنى أمثلة على تصريف ثلاثة مجموعات من الفعل في هذا الزمن. نفس الشيء نأخذ فعل كاتو كمثال للثلاثي السالم. بتكتون، تتذكرون في الزمن الحاضر البسيط اللي نستعمل كي كنا نقول كي كتون، فالفرق فقط هو بين كي وبه. كي بتكتون تصير مستقبل، كي كتون أنا أكتب حاليا، أكتب مرات عديدة، أو أكتب الآن، غير محدد. هو بتكتون سأكتب، سوف أكتب، أو الصيغة المبسطة حتى بالعربي في سأكتب، سوف أكتب، هذه بتكتون. سأكتب بكتون الباء فقط، مثل ما بالعربي سوف فقط الساء تؤخذ. انظروا كيف أنه هناك تشابه بين العربي والآشوري في هذه الجزئية. بتكتون أو بكتون. بتكتون أنا مؤنثة سأكتب، سوف أكتب.
بتكتوت سوف تكتب، أو بكتوت ستكتب. نفس الشيء هذه نستطيع أن نطبقها على كل الأشخاص. هذه بتكتوت أنت ستكتب، سوف تكتبين. بتكاتو سوف يكتب، بتكتوت سوف تكتب هي. بتكتوخ سوف نكتب، بتكتويتون سوف تكتبون، بتكتوي سوف يكتبون. ثلاثي المعتل هاوي، بتهاون بهاون الصيغة المختصرة. بتهوين سوف أكون، يعني سوف أصبح، سأصبح. بتهوين سوف أصبح أنا بنت مؤنثة، بهوين سأصبح. بتهاوت سوف تصبح، بتهويت سوف تصبحين، بتهاوي سوف يصبح، بتهوية سوف تصبح هي، بتهاوخ سوف نصبح، بتهاويتون سوف تصبحون، بتهاوي سوف تصبحون أو تكونون. الرباعي السالم همزم، بتهمزم من أو بهمزم من، سوف أتكلم سأتكلم. بتهمزم من أنا مؤنثة، بتهمزمت أنت، بتهمزمت أنتي، بتهمزم هو، بتهمزم ما هي، بتهمزمخ نحن، بتهمزميتن أنتم، بتهمزمي هم. فنفس الشيء بدل كي لو تراجعون الحاضر البسيط، حاضر البسيط سوف تجدون كيها كاتو، كي همزم، كي همزم، كي همزميتن، وبدل كي بت أو ب واحدة. النوع الثاني قلنا للمستقبل هو يكون بإضافة كلمة و على النوع الأول، يعني بتكتون نضيف عليها و ستصير بتكتون و. أوكي. لجميع عدد الشخص الغائب الجمع حيث نستعمل واو من بدل و كما قلنا في الماضي. فهل تلاحظون أنه تكون صيغة الماضي هذا النوع هو كأنه الماضي في المستقبل أو المستقبل في الماضي. لذلك يجدر بنا، أقول يجدر بالذكر، أن هذا النوع من المستقبل يستعمل فقط في الجملة الشرطية، فقط في الجملة الشرطية بدغامة نوايا conditional sentence كما سترى في الفصل العاشر. راح نشوف الجمل الشرطية. أدناه نقدم 3 أمثلة على هذا التصريف، تصريف النوع الثاني. بتكتون و بدل بتكتون كان بتكتون النوع الأول، الثاني بتكتون و. كنت سأكتب، حتى بالعربي هناك هذه كنت سأكتب يعني شرطية. لو أنت قلت لي كنت سأكتب، لو أو إذا شرط. إن أمرت لي بتكتون و، بتكتون و، بتكتون و، بتكتوت و، وجميعها نفس الشيء كما هناك بزيادة فقط و، وبالشخص الغائب الجمع واو بدل و هي علامة الجمع. أوكي. بهذا نكون قد انتهينا من الزمن المستقبل. أيضا هنا نأتي إلى فقرة أخرى جديدة، الأفعال الشاذة. لا توجد لغة ما فيها أفعال شاذة بجانب الأفعال القياسية. في بعض اللغات هناك كثير من الأمثال الشاذة. في لغتنا الآشورية المعاصرة هناك عدد قليل بأصابع اليد الواحدة من الأفعال الشاذة، صغران شنيزة irregular verbs. كل فعل لا يتبع القاعدة في فرع أو أكثر من فروع مجموعته عند الاشتقاق يعتبر فعلا شاذا. ما هي الأفعال الشاذة؟ هي الأفعال التي لا تتبع القاعدة عندما نشتق، نعمل عملية ندخل عليها الاشتقاق، ما تتبع، وسوف نرى. في اللغة الآشورية المعاصرة هناك أفعالا قليلة جدا من هذا النوع، وهي فقط هي آزل، آتي، راخش، ياه، ويول. يعني يذهب، يأتي، يمشي، يعطي ويعطي. اثنينهم معناه يعطي، هذه بالصيغة القديمة آرامية، هذه بالصيغة الحديثة.
ونستعملهم كلاهما. هذه نستعملها أكثر على يهب، بمعنى يهب. شوف هما مرادفات كمثل العربي يعطي أو يهب أو يمنح، ومرادفات بالعربية أيضا. هنا ياهو أو يهول هي مرادفات لليعطي، يمنح، يهب. وهنا أمثلة لها، وحتى تجد هذه أيضا في الفصل 12 واللوح 10. الجذر آزل اسم الفعل، هاي اشتقاق. قلنا في الاشتقاق يكون شاذ، يكون ما يتبع. سنرى كيف هو في أي من الاشتقاقات لا يتبع. آزل، زال، زلت، إلى هنا يتبع فقط لأنه معتل الأول، فيتبع قاعدة المعتل الأول. أزان هنا لا يتبع. أزال، أزان هنا لا يتبع، لأن هذه لمد ليست من الحروف المعلولة لكي ما يدخل عليها تغيير لا تلفظ، لكن لكونه شاذ فيدخل عليه هذا التغيير في هذه الجزئية في اسم الفاعل. زيلا هنا هذا هنا قياسي، هنا غير قياسي شاذ. زل، زي حتى لام ما نذكرها، زي أو زيم في صيغة الأمر للمفرد وللجمع سيمون. لأنه شاذ حتى أنه هناك له صيغة أخرى هذا الأمر، يكون سي أو سيمون، سي أو سيمون بدل زي زيمون، زيمون. فشاذ كثير في خاصة فيها صيغة الأمر وفي اسم الفاعل. أوكي. الجذر الثاني أو الفعل الثاني الشاذ هو آتي، يأتي. تايا هنا غير شاذ، تيتا غير شاذ، آتايا غير شاذ، آتويا غير شاذ، أتيانا هو غير شاذ. اتيا أو تيا غير شاذ أيضا. تا، تيمون هنا يشذ، تا، تيمون هنا يشذ. فقلنا لا يتبع قاعدة في فرع أو أكثر، هنا في هذا الفرع، فرع صيغة الأمر. فعل يهول أو ياهو قبل الآرامي، هاوى، انظروا هاوى، هوتا، يهاوى، يهوى، يهوانا، يهوى. هل، انظروا باء التي ليست من الحروف المعلولة هنا تسقط عن اللفظ. الحروف العلة مفهومة، هذه لها قاعدة، لكن هنا ليست هناك قاعدة، فلذلك شواذ هذا. هل، أوكي. والمرادف الآخر ليعطي يمنح يهب، يهول، يهول، يهولت، يهوانا، هنا شواذ. حتى سقطت، ليس فقط وقف أبطل لفظها، ولكن سقطت بالكامل، يهوانا صار. فهنا الشواذ الكبير. يهوى غير شاذ. هل أيضا شوفوا مثل الآخر، هل أيضا شاذ. راخش يمشي. خاشة، شوفوا من هنا يبدأ الشواذ. الريش ليست حرف علة لكي حتى يدخل عليها تغيير، هي حرف كامل سالم، لكن لأنه شواذ فتبطل لفظها، يبطل لفظها، ليس كتابتها. خاشة نقول، راخش ما نقول خاشة، خشتة. راخاشة هنا تصير أيضا قياسية. راخوشة، رخشانة. وهنا يكون خيشة من جديد تشذ. خوش تشذ، خوش تشذ. ها هي الأمثلة. الأفعال الخمسة هي 2 3 4 5 بالضبط، بأصابع، عدد أصابع اليد الواحدة. هناك أيضا نوع آخر من الأفعال الغير القياسية، وهي أفعال الناقصة. هذه ناقصة أفعال، فلهذا نميزها عن الأفعال، نفصلها عن الأفعال الشاذة. أفعال ناقصة، سعران باصورة، incomplete verbs.
هي الأفعال التي ليس لها فروع أصلا، ليس لها فروع، ليست لا فقط فروعها شاذة، إنما ليست لها فروع ولا صيغ، يعني صيغة المجهول والمعلوم وصيغة الأمر. وتصريفها يكون غير كامل، حتى تصريفها غير كامل، يعني هي من جميع النواحي غير تمام، يعني مريضة بالمرة، هذا نسميها ناقصة، ناقصة الفروع، الاشتقاقات، ناقصة في وغير قياسية في التصريف. وفي لغتنا الآشورية المعاصرة هناك 3 أفعال فقط من هذا النوع، وهي فعل الكينونة، وهذا رأيناه، ورأينا أنها كان شاذا، وكان له أيضا في تصريفه هناك له فقط تصريفين، وتصريفه أيضا شاذ. فعل الكينونة سعران إيلة، جذره إيلة. وفعل التملك سعرانة قنيانة إيت. وفعل الوجوب سعرانة دواليتا والي. أولا فعل الكينونة له فقط تصريفان، تصريف واحد في الزمن الحاضر وآخر في الزمن الماضي، وليس له تصريف في المستقبل، وما عنده فروع، يعني إيلة ما عنده اسم الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغة الأمر، ما له، فيكون تصريفان فقط كما قلنا، لكن عيدة أيضا لأنه في هذا المجال. شخص أنا إيون، انظروا أين إيلي وأين إيون، ليست علاقة. أيضا بالإنجليزية verb to be، لكن I am و you are، لا علاقة بين الجذر وبين التصريف. إيون في الحاضر، إيون وفي الماضي، أنا أكون أو أنا هو، إيون وأنا هو في الماضي كنت. أنا إيون إيون حاضر مؤنث، أنا المؤنثة، إيون حاضر، إيوت إيوت كنت، إيوت وكن، أكون تكونين كنت. هاو إيلي هو نفس هنا فقط قياسي، لأنه يتبع القاعدة أنه صيغة الجذر هي نفس صيغة الشخص الغائب المذكر المفرد. إيلي هاو إيلي إيوة، انظروا في الزمن الماضي كيف يصير إيوة. هاي هي إيلا، هي تكون إيوة أيضا مثل المذكر بالماضي كانت. أخنا إيوخ إيوخوة، أختن أنتم، إيتن إيتنوة، آني إينا أو إيلي إيوة. أوكي. ثاني فعل تملك له أيضا تصريفان، أحدهما للزمن الحاضر والآخر للماضي، إذ ليس له تصريف في المستقبل، وكما يلي طبعا إت تملك هو إت قلنا مع عددهم تملك إت، فتصريفه يكون بالحاضر إتلي أنا، إتوالي أنا في الماضي، إتلخ أنت، ما كتبت أيضا أنا المؤنث لأن نفس الشيء، إتلخ أنت، إتوالخ أنت، إتلخ أنتي، إتوالخ، إتله هو، إتواله، إتله هي، إتواله، إتلن نحن، إتوالا، إتلوخن أنتم، إتوالوخن، كان لكم، لكم الآن كان لكم، أو تملكون كنتم تملكون. آني إتوال أو إتوالي في الماضي، إتوال عفوا آني إتل أو إتلي في الماضي يكون إتوال أو إتوالي. والفعل الثالث فعل الوجوب الذي هو والي، فيكون تصريفه هكذا، له 3 تصريفات.
الاثنين الماضيين تصريفين كان، هذا له 3 تصريفات، واحدة للحاضر والأخرى للماضي والثالثة للمستقبل، له في المستقبل نوع واحد. أنا واليلي، الآن أنا يجب علي، الآن والي كان يجب علي، بدواليلي سوف يكون علي. آت واليلخ أنت يجب عليك، كان يجب عليك، سوف يجب عليك. أنت واليلخ يجب عليك، واليلخ كان يجب عليك، بدواليلخ سوف يجب عليك. هو واليله يجب عليه، والي كان يجب عليه، بدواليله سوف يجب عليه. هاي واليله يجب عليها، واله كان يجب عليها، بدواليله سوف يجب عليه. نحن واليلا يجب علينا، كان يجب علينا، سوف يجب علينا. أخت أنتم، واليوالوخ يجب، واليوالوخن، واليوالوخ واليلوخن، واليوالوخن، بدواليلوخن. آني هم واليل يجب عليهم، واليوال يجب، كان يجب عليهم، بدواليل سوف يجب علينا، أو واليلي ولا. أوكي. بهذا نكون أحبائي المتابعين قد وصلنا إلى نهاية الفعل، فصل الفعل انتهينا منه ورأينا كل ما يختص بالفعل. أترككم هنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة التي فيها سوف نتحدث عن عنصر آخر من عناصر الكلام، ألا وهو الظرف أو الظروف. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، متمنيا لكم أوقاتا هانية.